ازيكم يا احلى ناس في الدنيا؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. النهارده يوم جديد وفيديو جديد. النهارده بقى الاكله دي انا ما اخترتهاش بمزاجي، لا ده في اجماع عليها وحقيقي انطلبت مني كتير. فتعالوا بقى النهارده موريكم طريقتي في اسهل وانجح واطعم كفتة رز ممكن تجربيها. ودي يا جماعه لازم تكون اكله من ضمن الاكلات الاقتصاديه اللي هنعملها في منيو رمضان ان شاء الله على خير. موفرة جدا جدا واقتصادية معاكي، وهتعمل معاكي أكلة يعني تكون كويسة لكذا يوم. مش هتحتاري بقى ان انا اختار ايه، اعمل أكلة ايه كده. فتعالوا بقى نشوف النهاردة الطريقة بتاعتي. انا هعمل كل حاجة في البيت، مش هعمل اي حاجة بره. اول حاجة هنجيب كده نص كيلو لحمة تكون قطع مفرومة. آم، تكون قطع سوري مش مفرومة. انا ما جربتش المفرومة الصراحة، انا كل اللي عملها قدامي يعني قال بلاش مفرومة، فانا الصراحة ما جربتش المفرومة. انا بعملها على طول وهي قطع كده في البيت وبتطلع ناجحة تماما. كمان هجيب عندي كوبايتين رز، هغسلهم واصفيهم كويس جدا. وافردهم كده على حاجة فوطة او على مناديل مطبخ بحيث ان هي الرز ينشف تماما ويرجع كأني لسه اصلا بطلعه. كأني لسه ما غسلتوش اصلا. كمان هفرمه في المطحنة العادية اللي هي المطحنة بتاعة الخلاط. هفرمه فرم ناعم جدا جدا. ولازم لازم يطلع معايا في الاخر كده بودر كده. لان بجد سر نجاح الكفتة في الرز ان هو لما يبقى بودر كده وناعم خالص ما تحببش معايا وما تفكش وتبقى كويسة جدا وقوامها كويس جدا معايا. لو انت بقى من الناس اللي بتحب ان هي تاكلها وهي يعني مقلية كده وبتاكل منها بعد كده برضو، فلازم بقى يعني تخلي الرز بتاعها ناعم جدا، علشان لو الرز مش ناعم هتبان معاكي وانت بتاكليها وهتقرقش كده وتبقى مش حلوة معاكي. بعد كده انا هبدأ بقى ان انا افرم اطحن الرز ده هطحنه يبقى ناعم جدا معايا في الكبة. وكل شوية هفصل الكبة يعني بحيث ان انا ما احرقش الكبة بتاعتي، لان طبعا بتاخد فرم كتير وبتاخد وقت كتير، فعشان احافظ على الكبة بتاعتي لازم اقعد افرم وافصل يعني كل شوية. وبعد كده كمان هحطها في الكبة معايا، هحط الرز معايا في الكبة وهياخد طحن تاني. بس برضه انا لازم اتك عليه كده في الاول واتاكد ان انا فرمته بقى خلاص بقى ناعم جدا. كمان انا كان عندي نص ربطة كزبرة ونص ربطة بقدونس ونص شبت، هاخد الورق بتاعهم بس. وهجيب بصلاية كبيرة مش كبيرة قوي يعني تكون فوق المتوسطة بحاجة بسيطة. وخمس فصوص توم كبار وشوية من بهارات اللحمة، بس هي كده المقادير بتاعتها. آم، الرز يا جماعة اللي هو بيبقى يعني محبب كده معايا، ما بيبقاش ناعم، بيبان قوي في الطعم بتاعها، في طعم الكفتة بيقرقش وما بيبقاش حلو، بس هو بعد كده بيستوي بقى في التسبيكة. فانت لو عايز تاكلي منه هو مقلي يبقى انت تفرمي الرز كويس بحيث ان هو يبقى ناعم قوي. آم، عايزه اقولك كمان ان شويه البهارات اللي احنا هنحطها هتظبط برضو معانا طعم الكفته وهتبقى حاجه بجد كانك يعني يعني وانت اصلا لا طلعت من البيت ولا عملت اي حاجه بره، كل حاجه معموله معاكي في البيت وبنظافه وضامنه النظافه بتاعتها. بس زي ما انتوا شايفين هنا كنت بطحن بقى الرز ورجعت عدت عليه تاني. يعني بصوا كنت بوريكم هنا ان هو بقى بودر تماما. خلاص بودرة، انا لو نفخت فيه اصلا هيطير. آم، فبس انا كنت بقى عايزة القوام ده بالظبط كده. كمان انا اصلا كنت غسلاه ونقعاه من قبلها، نقعته يجي مثلا 3 ساعات كده بحيث ان هو كان نشف خالص. حسيت كده ان هو خلاص بقى لو ما نشفش معاكي وانت بتطحنيه في الاول اصلا هيلزق منك في المطحنة. كمان هيضايقك بقى وانت بتعملي الكفتة، هيلزق، هيخلي الكفتة منك تلزق.
كمان ما ينفعش ان انا استخدم، نصيحة يعني بلاش تستخدمي اقل من كوبايتين رز على نص كيلو لحمة. لانها هتطلع منك صيصة قوي، هيبقى المواد فيها اللي هي المواد اللي فيها مية اكتر من المواد اللي هي الجافة. فطبعا يعني هتبقى صيصة منك قوي. انا شفت وصفات كتير على النت وجربت وصفات كتير. بس يا جماعة حقيقي مش اي وصفة نشوفها ونعتمد على شيف كبير، يعني مع احترامي طبعا، نقوم نمشي مثلا ورا الوصفة دي فنبوظ الدنيا. فانا بقول كنصيحة حاجة انا جربتها كذا مرة، بلاش ان احنا نعمل الرز بكمية اقل من كوبايتين على نص كيلو لحمة مفرومة، على نص كيلو لحمة. آم، يعني بلاش صراحة اقل من كوبايتين رز. بعد كده جبت بقى الكبة. حقيقي الكبة دي بتستحمل كتير يعني. الكبة دي نوعها تورنيدو، هي كويسة الصراحة. ما شفت يعني، استعملتها كتير وكويسة جدا معايا. انا هنا خدت اللحمة بقى علشان افرمها في الكبة وكده، وفرمتها بقى طحنتها لدرجة ان هي طلعت معايا كده مية بقى. كنت عملت بقى الرز قدامكم كده. بعد كده جبت البصلاية وقطعتها. وجبت كمان توم، اصلا كنت مطلعه توم متفرز من الفريزر. حوالي معلقة كبيرة قوي مليانة. يعني بما يعادل 5 فصوص توم. بعد كده زي ما انتوا شايفين دي اللحمة بعد ما اتفرمت بقى كويس جدا في الكبة. وحطيت عليها كمان الخضرة اللي هي الكزبرة بقى والبقدونس والشبت. الشبت بقى بيديها ريحة وطعم، بيوديها في حتة تانية خالص. هنزل بقى عليها بالرز، هنزل على الرز وهفضل بقى افرك فيهم كده مع بعض بحيث ان هما كلهم يبقوا خليط واحد متجانس كده. وهرجع تاني اطحنهم في المطحنة. وهنا عايزة اقول لكم، لو انت جيتي بعد ما تعمليهم مع بعض ويبقوا خليط كده، جيتي تمسكيها لقيتي الكفتة بتلزق منك، هتقومي حطاها تاني في الكبة وتفضلي تطحني فيها تاني كذا مرة لحد ما تبقى ناعمة جدا معاكي وما تلزقش في ايدك. كمان انا في الوقت ده لازم بجيب مثلا معلقتين زيت وبحطهم في طبق وبدهن ايدي بيهم علشان اعرف اصبع الكفتة وتبقى كويسة وما تلزقش معايا. بعد كده كمان لو عايزة افرزها في الفريزر تبقى مش ملزقة معايا، لا تبقى كويسة. هنا كنت بجرب القوام بتاعها، يعني بشوفها هي تلزق مني ولا ايه، لقيتها لسه محتاجة كتير، لسه اصلا في رز باين في القعر. لسه يعني ما اختلطش معاهم وكده. وبعد كده بقى هبدأ اخد جزء جزء منها واضربه في الكبة، وهرجع تاني اكد عليه واعيد عليه تاني. عايزة اقول لكم ان هي طلعت تاني يوم. وانا بقى تاني يوم يعني، وانا بعملها على ايدي وكده واصبعها، طلعت احسن كمان من اول يوم. لان تاني يوم كانت ارتاحت بقى كده ونشفت حاجة بسيطة. فكانت بقى بتتعامل معايا يعني، بعرف بقى الفها صوابع وكده اصبعها احسن من اول يوم كمان. بس هنا كنت بجرب القوام بتاعها لقيتها كويسة ومش بتلزق في الايد، كويسة جدا. يعني اللي يقولك ان الكفتة مش هتلزق في ايدك خالص فده بجد بيكذب عليكي. يعني اكيد كلنا جربنا وعرفنا ان هي بتلزق في الايد. لو انا عاملاها بره، لو انا عاملاها جوه، هي كده كده هتلزق معاكي في ايد. فاحنا احتياطي هنجيب معلقتين من الزيت ونحطهم في طبق ونعمل ايدينا بيهم كده ونصبعها بقى زي ما انتوا شايفين. بصوا الصبع كان طالع معايا ازاي. بتصبعي بقى زي ما انت عايزه، بس بتحاولي ان انت تكبري الصبع شويه تطوليه علشان هو هيكش منك، هيلم يعني بعد ما يتعمل في الزيت وكده. ده طبيعي يعني، عشان بيبقى فيه كميه دهون في اللحمه وكده. فاللحمة بقى بتكش، حتى لو بعمل برجر، لو بعمل اي حاجة باللحمة هي بتكش مني لان خلاص بقى الدهون اللي فيها نزلت. بتجيبي زيت بقى، ما بيكونش زيت سخن جدا، لا بيكون كويس. وانا اول حاجة بختبر كده كام صوبة علشان اشوف بقى
الملح اللي انا حطيته قد ايه، كويس ازود ولا لا. بشوف كمان القوام بتاعها هيطلع عامل معايا ازاي، هل مثلا ان انا انعمها كمان ولا هي كده كويس. ده اللون بقى اللي انا عايزاه، انا مش عايزه خضار يكون جامد قوي وابان كده كاني باكل حاجه فيها كزبره كتير كده، ومش عايزه برضو آه، الطعم يكون عادي ومش باين فيه الخضره وكده، لان الخضره هي الاساس برضو في الكفته دي. ما بتغيبش اصلا معاكي 4 5 دقايق وبتكون خالصة، بتكون بتقلبيها في الوسط كده وبتكون خلصت معاكي. بس بتحطي زيت، بتحطي كمية محترمة كده يعني، علشان ايه تسويها بقى كويس معاكي وكده. بصوا بقى هنا، والله مش فرق خالص عن اللي انا عاملاها بره. ويعني حاجة، انتي مثلا عاملة نص كيلو لحمة هيعمل معاكي كيلو من الكفتة. هتعمليها يعني بدل ما انتي عاملاها اكلة في يوم، انتي جايبة مثلا نص كيلو لحمة هتعمليه في يوم واحد، واصلا مش هيكفي 4 افراد. لا، ده انت هتعمليها الكفتة دي على يومين وهتكفي معاكي 5 6 افراد على يومين كمان، هتبقى حاجة كويسة جدا. ودي مش عارفة ليه الناس ما حطتهاش في منيو رمضان يعني، دي حاجة المفروض تكون اساسي. لانها هتوفر معايا كام يوم بالنسبة للوقت اللي احنا فيه، ان احنا بندور على الحاجة اللي توفر وفي نفس الوقت حاجة كله بيحبها، كبار صغار. انا عايزة اقول لكم ان انا اصلا طلعت يعني عملت كده المقلاية، حطيت فيها 3 4 مرات. عايزة اقول لكم ان الاولانية دي اصلا انا ما لقيتهاش، يعني انا ما جيت اعمل بقى انا ما كنتش لقيت الطبقة الاولانية دي. آم، هنا بقى هعمل التسبيكة بتاعتها، لان طبعا كفتة الرز لازم تتحط في تسبيكة كده تكون محترمة كده، فيها شوية صلصة حلوين كده، وتكون حمرة بقى مني والصلصة باينة فيها قوي. فقطعت بصلاية، يعني قطعت بصلاية كبيرة ونزلت عليها بشفشق كده طماطم انا كنت ضربتها في الخلاط وصفيتها. وهنزل بقى على البصل، وهسيبها تتسبك كده، وهنزل بقى عليها بالتوابل وكده، واحط عليها كمان معلقة صلصة علشان تديني اللون اللي هو الاحمر الكويس ده. وبعد كده كنت انا بقى بصبع بقى في الكفتة، وفي نفس الوقت سبت التسبيكة على البوتاجاز علشان تاخد وقتها. وصبعت بقى كمية كويسة كده من الكفتة. اكلنا طبعا منها وهي لسه طالعة من الزيت وهي لسه مقلية وكده، وهنحطها كمان الباقي بقى في التسبيكة دي. انا بحب اسيبها في التسبيكة لحد ما احس ان هي بقت لينة كده وحلوة، يعني شربت التسبيكة. وكمان بفتحها يعني بقطم كده من جوه بلاقي ان لا، الطعم التسبيكة باينة فيها، مش ان انا بحطها واطلعها بس، فمش بحس اصلا بطعم التسبيكة. آم، عموما هي مش هتبشن منك خالص في التسبيكة، لان انت عاملاها بطريقة كويسة وعاملاها باحترافية يعني. انت يعني ظبطاها وكده، ظبطة المقادير بتاعتها. بس ما نسيبهاش برضو كتير، ولو مثلا هنعمل منها لتاني يوم فما تتكاش عليها كتير قوي في التسوية علشان ما تبشنش مني لو غابت لتاني يوم. آم، عايزة اقول لكم ان هي على يومين وعملت لي كمية محترمة جدا. بصوا كده، بصوا اصلا الصوابع انا ما بعملش صوابع كبيرة، انا الصوابع بتاعتي بتبقى صغيرة. بجد يا جماعة كان طعمها خطير. لما بتعملي الحاجة في البيت على نظافة كده وانت ضامنة انت عاملة ايه ومستخدمة ايه، وضامنة نظافة الحاجة اللي انت مستخدماها، وكمان بتطلع معاكي ناجحة، بتبقى كويسة جدا. وحقيقي انا مش اول مرة اعملها، بس اللي اكلها مني لاول مرة كان منبهر بيها. انت ازاي اصلا عملتيها في البيت كده لوحدك؟ مفيش حد، يعني مفيش حد بيعملها بقى في البيت كله. بيقولك لا، الاسهل ان انا اوديها عند جزار يعملها لي وانا واقفة وكده. لكن لا، الانجاز بقى والنجاح بجد لما تحسي ان انت عملت حاجة من اولها لاخرها وعملتيها لوحدك على ايدك كده، وتطلع كمان كويسة، فدي حاجة كويسة جدا يعني. بس انا بحطها هنا بقى في الزيت، ما بتاخدش معايا 5 دقايق. في الوسط بكون مقلباها كده زي ما انتوا شايفين،
تاخد بقى معايا اللون اللي انا عايزاه. عايزه بقى تغمقي تفتحي زي ما انتوا عايزين. لو لاحظتوا ان في كور كده انا عاملاها، دي بقى ليا يعني حاجه كده من الزمن الجميل يعني. مامتي يعني كانت على طول تعملها كده، فدي حاجه انا مش بنساها. في حاجات بتفضل محفوره في الذاكره كده، مهما عدى عليها وقت، لا الحاجة دي بتفضل معاكي و اوريدي بتتعمل كده وانت مش واخدة بالك اصلا. بس هنا بقى شفتوا اللون، انا مش مغمقاها قوي بس يمكن عشان الكاميرا وكده. انا مش مغمقاها، هي كويسة وكانت مستوية جدا حقيقة، كانت خطيرة. وريحتها اصلا بتبقى قلبة الدنيا كده وتحسسك بقى بيوم العيد والكلام ده. لان دي الكفتة دي الأكلة المفضلة عندنا بقى في العيد وكده، لازم نعملها بالليل يوم الوقفة. كانت التسبيكة معايا أصلا خلصانة، وكنت سبتها بقى على العين التانية كده علشان تشرب ميتها خالص. بعد كده بصوا أنا هنزل بقى بالكفتة، يعني شوية اللي اتبقوا منها هنزل بقى بيها على الصلصة واحدة واحدة كده، بحيث ان انا اخليها كلها تشرب من الصلصة وتتسبك بقى تسبيكة كويسة كده. وكنت عملت كمان معاها رز. عملت رز اللي هو حبة وحبة. في ناس بتعمل رز بالشعرية بس انا ما كانش عندي وقت، واصلا ما عرفتش اطلع اجيب يعني. عملت رز اللي هو حبة وحبة وبس كده، واتغدينا. وكان يوم بجد كانت كله مستنيها اصلا، فكانت جميلة. وغابت معايا كمان كمية لتاني يوم، مرضوش اصلا ان انا احطها في الفريزر، فعملت منها تاني يوم. وبجد دي حاجة اكلة انا لازم اصلا اعملها كمان ان شاء الله في رمضان، يعني لازم اعمل كمية حلوة منها مثلا علشان تبقى معايا في رمضان. وهصبعها برضو. لو عايزة بقى انت تخزنيها في الفريزر هتقومي مصبعاها، وزي ما قلت كده هتحطي بقى الزيت، تعملي ايدك بالزيت، تدهني ايدك بالزيت وتقومي عاملاها علشان ما تلزقش منك في بعضها. وبتحطيها في الفريزر وهي صوابع بس متفردة عن بعضها لحد ما تبقى ماسكة وتبقى يعني ماسكة نفسها كده وتتلج. وبعد كده تلميها على بعضها عادي جدا وتحطيها في اي كيس او كيس اللي هو بتاع الطعام يعني، او علبة بلاستيك وكده، وبتغيب معاكي فترة حلوة. بس وهنا بقى قدمت الاكل زي ما انتوا شايفين. يا رب فيديو النهاردة يكون عجبكم، واشوفكم في وصف تاني وفيديو تاني على خير.